أهلا بكم. تغطيتنا مستمرة في كل مواجهات هذه الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني، لكن بعد فاصل قصير. ابقوا معنا في هذا الملعب. قبل الحديث عنها نذكركم في التسع مواجهات التي انتهت رسميا من بطولة الدوري الإسباني. أتلتيكو بلباو وسيلتا فيغو انتهت بنتيجة إيجابية هدف لهدف. أتلتيكو مدريد انتصر في المواجهة الختامية في وداع غريزمان بهدف لا شيء أمام جيرونا. الشي ختافي بنفس النتيجة. ليفانتي بهدفين لا شيء أمام ريال مايوركا. وساسونا هدف لهدفين أمام اسبانيول. رايو فايكانو بهدفين لا شيء أمام فياريال. ريال أوفيدو بصفر لهدف لألافيس. ريال سوسيداد خاسرا في هذه المواجهة في ملعبه بثلاث أهداف ل4. الذي انتصر فالنسيا. اشبيليا خسر مواجهة هذه الجولة 37 بهدف لريال مدريد عن طريق فينيسيوس. صراع الهبوط والبقاء مستمر كما نتابع معكم فيما يخص الصفحة الأولى. تقريبا الأمور حسمت في البطل والمتأهلين إلى البطولات الأوروبية، لكن الصراع مستمر. نلاحظ جيرونا بعد خسارته في المركز 18 وإلتشي في نفس ترتيب النقطي لأوساسونا ليفانتي، ونفس الأمر ليفانتي ألافيس في 43 نقطة، كما هو الحال لأشبيليا وإسبانيول أتلتيك بلباو ب 45 نقطة. كما نذكركم في المواجهة الختامية من الجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني. برشلونة يستضيف بعد قليل ريال بيتيس تحديدا في 10:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة. تأتيكم هذه المواجهة حصريا عبر بين سبورتس. أهلا بكم. نعود إلى انتصار خارج الديار. ريال مدريد ينتصر عن طريق فينيسيوس من صناعة مبابي. قد يكون هذا الانتصار معنويا إيجابيا لريال مدريد قبل نهاية الموسم. هو طبعا نهاية الموسم مهمة جدا بالنسبة لكثير من اللاعبين، وخصوصا ان بعد نهاية هذا الموسم تحديدا في بطولة كأس العالم، فالكل بيحاول ان هو يحافظ على فورمته، يحافظ على الشيب اللي هو عليه، يقدم افضل مستوياته بحيث ان هو يكون مقنع بالنسبه للمدير الفني لمنتخب بلاده، وخصوصا معظم العناصر دي دوليه. قصه ال3 نقاط وهدف المباراه الوحيد ترجمها مبابي باستلام الكره، وفينيسيوس بمتابعه مميزه وركب الكره بشكل رائع جدا وكانت صعبه على حارس المرمى، والكلام ده حدث في الدقيقه 15 من الشوط الاول وهو انتهت عليه المباراه. ولكن تبرز قيمه حارس كبير زي كورتوا اللي قدر يحافظ لريال مدريد على الكلين شيت في بدايه المباراه تحديدا لما تصوت عليه كورتين من اصعب ما يمكن، ثم في نهايه المباراه، لان اي حارس ثاني كان ممكن ريال مدريد تهتز الشباك النهارده ولا يعود ب3 نقاط. سام طرابلسي، انتصار معنوي كما ذكرنا في نهاية هذا الموسم خارج الديار. متبقي الجولة الختامية في سانتياغو برنابيو لريال مدريد. نعم هناك مشاكل، نعم هي واضحة، لكن قد يكون انتصار معنويا بدرجة قليلة بسيطة في مسألة أن يكون هناك تلاحم لمن هو قادم من المدربين. هو أكيد ردة فعل معناتها اللي صار واللي حدث معناتها في الأسابيع الأخيرة من اللاعبين والمشاكل اللي صارت والأشياء هذه اللي صارت، أكيد صارت ردة فعل إيجابية معناتها. المباراة لم ترتقي مستوى عالي على المستوى الفني، لكن تفضل. غريزمان، حديث سامي الطرابلسي لهذا النجم بدموع وداع ولحظات معبرة تاريخية أمام جماهيره. قد تكون هذه اللحظات لحظات لا تنسى لهذا النجم الذي طالما أفرح هذه الجماهير، اليوم يودعهم بهذه الدموع. هو القرار صعب، هذه لحظات اللي هي صعبة في مسيرة كل لاعب، توديع فريق اللي عاش معاه معناتها فترات نتاع نجاح، فترات كبيرة، خروج من فريق معناتها وممكن ثم بعض اللاعبين يخرج للاعتزال معناتها. أكيد ظاهر المحبة متاع الجماهير معناتها اللاعب هذايا والتشجيع، كذلك اللاعب عطى معناتها الكثير للفريق، وصارت ثم معناتها كي العائلة الثانية بالنسبة لغريزمان، وهذايا معناتها وفاء الأندية الأوروبية
تعرف كيفاش تخرج النجوم نتاعها، وتعرف كيفاش تخرج معناتها اللاعبين اللي بذلوا مجهود وعطاوا وكانوا وراء نجاح معناتها الفريق. دموع غريزمان دموع معبرة في مشاعر غير محتملة لأي نجم طالما قدم الكثير والكثير يودع جماهيره بهذه الدموع في ملعبه في هذه اللحظات والأهداف التاريخية التي سجلت في هذا الملعب. وداع يليق بهذا النجم وإمكانيات هذا النجم بالدموع نعم، لكن طالما أفرح هذه الجماهير واليوم يودع.